الجنيه المصري ما زال ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و34 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا، والنهاردة هنعرف مع بعض آخر تعديل سعر الدولار النهاردة الخميس مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 47 جنيه و34 قرش للشراء، 47 جنيه و84 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فالسعر وصل حوالي 47 جنيه و36 قرش للشراء، بيع 47 جنيه و46 قرش. ونفس البنك الإسكندرية والسي أي بي الأسعار كانت موجودة في بنك مصر وبنك القاهرة وبنك التجاري الدولي. يعني باختصار أغلب البنوك الأسعار ماشية بسعر يعني 47 جنيه و36 قرش للشراء، 47 جنيه و46 قرش للبيع. ودي كانت آخر أخبار الدولار النهاردة. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول من أخبارنا. أتمنى أكون فدتكم، متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.